النفس. وبيبقى في مجهود بقى، اللي نايم ومشخر ده بيبقى في مجهود زايد وهو ده نايم. مجهود خرافي. صح. ليه؟ لان حضرتك تخيلي ان انت قاعده تاخدي نفسك كويس، دخول وخروج الهواء سهل. طيب حطي حاجه في بقك، حطي حته لحمه في بقك، حطي اي حاجه في بقك، دخول وخروج النفس شكله بيبقى عامل بيبقى ازاي؟ صعب جدا. اذا على فكره كلمه نفس عندنا في دكاتره الشخير يعني اكسجين. وعايز الناس تحفظ معايا كلمه لخبطه الشخير او وجود الشخير وتوقف النفس، يبقى معناه قله اكسجين داخل للجسم اثناء فتره النوم. دي معلومه مهمه جدا جدا جدا. طب واحد يقول لي ايه اهميه الاكسجين؟ لا، الاكسجين ده مهم جدا هو طبعا. الحياه. ليه؟ لان الاكسجين ده او الهواء اللي احنا بنتنفسه ده فيه 80% تقريبا 87% اكسجين. اكسجين كويس كده. ال 87% اكسجين دول بيخشوا على الدوره الدمويه، يبتدي ببساطه خالص هو عشان الناس تفهم معايا، يبتدي الدم ياخد الاكسجين ده يتحمل بيه، يروح في كل عضو وكل خليه في الجسم يديها الاكسجين، ويرجع بثاني اكسيد الكربون اللي هو بيخنقنا. كويس كده. طيب انا وانا نايم وباخد 50% من الهواء بتاعي اللي هو الاكسجين بتاعي اللي هو المفروض يبقى 100%. يعني طبعا قليل جدا. يبقى كل خليه في الجسم واحنا نايمين بتاخد كام؟ 50. بتتأثر 50% من اللي هي المفروض تاخده. برافو عليك، بتاخد 50% من اللي هي بتاخده. طيب لازم نبقى احنا عارفين ان كلمه خليه بتاخد كميه اكسجين قليله حتى 50 60 70، اذا الفانكشن بتاعها الوظيفه بتاعتها مش تبقى كويسه. طب وظيفه زي ايه؟ زي مثلا المخ، كميه الاكسجين اللي بتوصل له في عيان الشخير والخنقه بتبقى قليله. عشان كده مريض الشخير بيصحى ايه بقى؟ يصحى تعبان. ليه؟ لان الاكسجين ما وصلش لكل خليه في العضلات بتاعه جسمنا. فالعضلات ما بقتش تاخد الاكسجين مظبوط، يصحى الواحد همدان كسلان عضلاته تعبانه. ده كده ممكن تؤدي لامراض تانية بقى كمان غير كل كده. شيء. كل شيء. فعشان كده مريض الشخير اول شكوى ليه يقول لك انا بصحى الصبح كاني ما نمتش، بصحى الصبح تعبان، بصحى الصبح عايز اكمل نومي، ده انا انام 8 ساعات وبكمل نومي في الشغل، بكمل نومي في الميكروباص، بكمل نومي في العربيه. متخيله حضرتك؟ عشان كده مرضى الشخير والخنقه من اخطر الاشخاص اللي ممكن يتعرضوا لحوادث. عشان كده بره من ضمن الفحوصات اللي بيعملوها عشان يدوكي الرخصه بتاعتك، وخاصه لسواقين النقل، بيعملوا لهم حاجه اسمها سليب لاب او اختبار نوم، معمل نوم، عشان يتاكدوا ان هذا الشخص ما بينامش وهو سايق. لا يعني لان عيانين النوم، عيانين الشخير هم السبب في الحوادث طبعا. بالظبط كده. حضرتك لو دخلت على اليوتيوب واكتبي بس سليب ابنيا او مريض الشخير وانقطاع النفس والحوادث، هتلاقي كم حوادث لايف موجوده ما اقولكيش قد ايه. عشان كده النهارده موضوع الشخير وموضوع الخنقه موضوع خطير جدا، مش موضوع انا بطلع صوت وبنتدلع ابدا.